تحدثت أكثر الجرائد قراءة بالعالم الجارديان البريطانية عن لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مونديال قطر 2022، وهم يؤدون جوانب مختلفة من طقوسهم ومعتقداتهم الدينية الإسلامية على أرضية الملاعب رفقة أمهاتهن، واصفة هذه التصرفات كونها تدعو للبهجة والسرور. الجارديان البريطانية قالت: هذا المشهد الذي رأيناه على التلفزيونات العالمية لم يكن جميلا ومؤثرا فحسب، بل كان ملهما ونجح في إيصال جوهر المنافسة الدولية، وهي التعرف على الثقافات المختلفة والاحتفاء بالاختلاف. هذه المشاهد الراقية التي جرت أمام أعين العالم، تقول الصحيفة، ينبغي أن تشكل مصدر إلهام للأفراد والمجتمعات بالغرب. وتبعت: إن البعد الديني المتمثل في القيم الإسلامية ظل حاضرا عند جل اللاعبين في كل المقابلات، خاصة في مباراة إسبانيا عندما تلا جل اللاعبين حسب ذات الصحيفة سورة الفاتحة بشكل جماعي قبل ضربات الترجيح وبعد المرور إلى الربع، وركض الكل إلى الجمهور دفعة واحدة وسجدوا لله شكرا.